السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ورطاتي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا حلوه 10 دقائق بلا كثره القوام، بلا بيض، بلا زبده، وكتجي هشيشه كتذوب في الفم ومقرمشه في نفس الوقت. بقاو معايا الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ومرحبا بالمشتركين الجداد والف مرحبا. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندنا كاس الا ربع ديال السكر سنيده، من الاحسن يكون سكر حبيبات ديالو رقيقه ما يكونش غليظ، ولا تقدروا تطحنوا. وعندي كاس وربع كاس ديال الزيت، ديما العباره بالكاس ديال العنبه. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كيذوب معنا هذاك السكر. قلتلكم تقدروا دوزوه هكا في الهاشوار ولا في الطحانه الا كان عندكم الحبيبات ديال السكر سنيده غليظه. هنا غادي نزيد هذا المكون السحري اللي كيزيدها لذه وكيزيدها في اللون، كتجينا محمره. عندي هيرنيس هنا طحنته كاس الا ربع، تقدروا تستعملوا الكميه اللي بغيتو، نص كاس ولا اللي بغيتو. طحنته وغربلته وكيبقى اختياري، تقدروا تزيدوا فلون كراميل، تقدروا تزيدوا الفاني، المهم التنسيم كيبقى اختياري، ولكن نعطاها واحد اللذه اللي زوينه. هنا عندي نص كاس ديال الكوك او جوز الهند، نوعيه تكون زوينه. وغادي نخلط مزيان حتى يتجانسوا ليا المكونات. غادي نزيد نص كاس ديال مايزينا او دقيق الذره، كيعطي واحد الهشاشه اللي حتى هي كتجي زوينه، كيبقى اختياري، تقدروا ديروا غير الدقيق ولكن كيزيدها واحد الهشاشه اللي زوينه بزاف. صافي وغادي نخلط هكا المكونات مزيان. عندي قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق، وغادي نخلطوا هاد المكونات حتى كتجانس لينا مزيان. صافي وكنزيدوا النواشف. غادي نضيف كاس ديال الدقيق الابيض ديال الحلوي الخاص بالحلويات الفورس، مع 2 خمارات بوزن 8 غرام، مجموع 16 غرام. وغادي نزيد كاس اخر ديال الدقيق وغادي نخلط. دابا ضفت 2 كيسان ديال الدقيق، غادي نخلطو بلا ما تدلكو ما والو، غير هكا بالاصبع ديالكم. هنا كان مازال الدقيق خاصني، زدت كاس. المجموع غادي نعطيه لكم وكيبقاو على حساب النوعيه ديال الدقيق. صافي غادي ندخل هاد الكاس ونشوف واش مازال خاصني. هنا مازال خاصني الدقيق، غادي نزيد غير 4 كاس. هنا كنحسبها مازال مزيته، مازال مطلوقه بزاف. غادي نزيد غير 4 كاس وغادي عاود نخلط ونشوف. ضروري ديروا غير بالتدريج هكا الدقيق باش ما تنشفش معكم بزاف، حيت هي ما فيها لا بيض لا والو، غير بشويه بشويه. هنا مازال زدت 4 كاس، يعني بالمجموع 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق، هما اللي غادي يعطوني القوام المطلوب. كتبقى هكا رطبه وفي نفس الوقت ما كتبقاش هكا كتحسوا بها هكا مزيته ليكم بهذا الشكل. المهم غادي تكوروها في يديكم وغادي تجمع معاكم هكا. ضروري تزيدوا غير بشويه بشويه بالدقيق باش ما تنشفش معاكم بهذه الطريقه. صافي في هذا الاثناء غادي نشعلوا الفران لاعلى درجه. انا طيبتها غير في الفران ديال الغاز، اللي عنده الفران الكهربائي. المهم غادي تشعلوها، غادي تزيدوا هكا العافيه. ملي تبغوا تدخلوها كتنقصوا ليه، وإلا عندكم الفران كيشعل من الفوق، ملي تدخلوها شعلوا عليا من الفوق ومن التحت على نار اللي مهيله 180 درجه. هنا عندي سكر كلاصي هكا سبيسيال، انا كناخذو من بيم، الثمن ديالو رخيص وزوين هكا، النوعيه اللي زوينه. صافي غادي ندوزو هكا غربلوه باش الا كان دوك الكويرات ما يبقاوش، باش ما يعذبوكمش هكا. صافي وكنكور
الحلوه ديالي بهذه الطريقه. هكا ديروا لها بحال هكا، كي الا بقات كتفرش معكم بقاو كتضغطوا عليها صافي. بهذه الطريقه نديروا القياس اللي بغيتو، انا درت عيني ميزاني، اللي بغيتو تعبروا عبروا صافي. وكندوزوها في داك سكار كلاصي بهذه الطريقه وكنضغطوا عليها. ملي كنضغط عليها راه كتبدا كتشقق معايا كيف ما كتشوفوا. هذا دليل على انها ناجحه وغادي تشقق معاكم في الفران صافي. بهذه الطريقه كنقادوها وكندوزوها في سكار كلاصي. نحاولوا نزولوا من هذاك السكر الزايد وكنضغط عليها بشويه هكا بصبعي ماشي بزاف بهذه الطريقه صافي. وبعدوهم حيت فيهم الخماره غادي يزيدوا يتنفخوا معنا. بعدوهم شويه على بعضياتهم. كما قلت لكم الطريقه ديال الطياب كتبقى مهمه بزاف، حيت هي سر النجاح ديال هاد الغريبه. الا ما عندكمش العافيه كتشعل عليكم من الفوق، غادي تسخنوه مزيان وتنقصوا ليه وتدخلوها لتحت، تكون العافيه من فوق منها حتى كتشقق، عاد كتطلعوها الفوق كتحمر من التحت وكتخرجوها ضروري. ولا عندكم العافيه كتشعل من الفوق ومن التحت، شعلوا لها من الفوق ومن التحت ودخلوها الفوق، هكا تكون العافيه من فوق منها ومسحت منها، ونقصوا ليها وخلوها باش تاخذ الطياب ديالها على خاطرها ما تخطفش معاكم. وهكا كتكون النتيجه وبالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوها، راه كتجي ولا اروع، كتجي زوينه كيف ما شفتوا في اول ديال الفيديو، كتذوب في الفم وكتجي مقرمشه وسهله في التحضير ومكونات لي بسيطه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.